ويبتدي فيلمنا مع لوكي مسجون والحارس إيفار وصاحبته. وبيستغل لوكي إن محدش واخد باله، فبيخبط إيفار في باب السجن، وبياخد لوكي منه المفتاح وبيعرف يخرج من السجن وبيقتل إيفار. وبتيجي الحارسة التانية تهجم على لوكي وتبارزه وبتقوله إنه مستحيل يهرب من هنا، لكن بيقتلها وبيهرب وبيروح ناحية غرفة العرش وبيمسك مجموعة من السيوف العظيمة اللي موجودة في الأوضة، وبيمسك سيف فيها أنبوبة مضيئة وبتزغلل عينيه وبيكون مبهور بيها. وبينتشر الخبر في المملكة كلها إن لوكي هرب، وبيدخل عليه الملك وبيطلب منه يوقف اللي بيعمله، لكن بيقول له لوكي إن المملكة ميدجارد هتنهار كلها وهو هيقدر يزرع الشجرة مرة تانية، وساعتها هيكون قدامهم حل من الاتنين: يا إما هينضموا ليه يا إما هيكونوا ضده. بس لو كانوا ضده هما اللي هيخسروا، لأن هيكون عنده قوة كبيرة وهيهزمهم كلهم. لكن الملك بيقول له مين الغبي اللي هيسعى إن هيسيطر على العالم أصلا مدمر. هو بيقصد الكلام ده لوكي لأنه هيدمر العالم عشان يسيطر عليه، وبيقول له الملك إن مش هيسمح له إنه يعمل كده أبدا، وإن هيمنعه وهيحاربه، وفعلا بيسحب السيف عشان يحارب لوكي. وإن الملك بيقول له إن هنا وداخل الغرفة الملكية كل سحره بيقع، ولوكي بيضحك وبيقوله إنه مش محتاج لسحره عشان يهزمه، لكن بيقدر عليه الملك وبيتمكن منه لوكي. وبيقعد يقول له كفاية لأن كده كده الثور ابنه جاي، لكن بينقض عليه لوكي وبيقتله بالسيف. هو بيمسك لوكي الصولجان وبيفتح بوابة وبيطلع من الأوضة دي، وبيسمع ثور اللي حصل مع أبوه وبيجري عليه ويقول له إنه هيطلب المساعدة. هو بيقول إن لوكي هيروح يدمر سيد جارد وهيصحي الذئب فينرير، وإن لازم يلحقه قبل ما يعمل أي حاجة، لأن كمان هيدمر الشجرة وساعتها هيكون الحاكم. وبيقول له ثور إن فينرير كان مسجون وعمره ما هيطلع أبدا، لكن أبوه بيقول له إن لوكي راح يطلق سراحه. فبيقول له ثور الحل للغز ده إيه؟ فبيقول إن لازم يلاقي الجزء التاني من فرجر، لأن لو النصين اتجمعوا مع بعض هيقدروا يدمروا الذئب فينرير. هو بيسأل ثور على مكانه، لكن بيقول له إنه ما يعرفش مكانه، لكن بيموت. وبيكون في مجموعة من العلماء الجيولوجيا اللي بيدرسوا الأرض والحفريات، وبيكون اسمهم باتريك وجريس، وبيحسوا بهزات الزلازل. وبتلاقي جريس مجموعة من الصخور المرسومة عليها بعض الرموز والعلامات للناس الخالدين. وبتحكي لباتريك عن فينرر وإن اسمه إله الذئاب، وإنهم بواسطة الملوك الخالدة حبسوه ومقبرته محدش يعرفها لغاية دلوقتي. هو بيقول لها بالتريقة يا رب محدش يلاقيها. وبتيجي أدريان وبتقول لهم الدكتورة ساجي، وبتقول لهم إنهم لازم يتوقفوا عن البحث لأنهم بيدخلوا الأماكن بيحصل فيها زلازل بشكل كبير وضخم، والزلازل دي بتحصل في كل حتة في العالم في نفس الوقت. بس باتريك مش مصدق الكلام ده وبيقول لها مستحيل علميا ان يكون في زلازل في نفس الوقت. وجريس بتبص على الحجاره وبتلاقي رموز انها بتدل على فتره الهجره للفايكنج. هو مش مصدقة نفسها لأنهم يقدروا دلوقتي وبسهولة يثبتوا للفايكنج إن يسافروا من خلال أمريكا الشمالية لكاليفورنيا. هو بتطلب من أدريان إنهم لازم يدخلوا المقبرة المقفولة دي لأنها أكيد مقبرة الفايكنج، وهناك هيتأكدوا من كل المعلومات. وفجأة بيقع الحجر الضخم اللي بيفتح المقبرة وبيخمنوا. وبتقرر جيس إنها تدخل، لكن تمنعها أدريان وبتقول لها إنهم يصبروا لغاية ما تجيبوا موافقة من الدكتور ساجي، وكمان عشان يكونوا آمنين أكتر. وبتعمل أدريان مكالمة مع الدكتور ساجي وبتقول اللي حصل. وبتكون جريس وباتريك لبسوا القفازات واستعدوا إنهم يدخلوا عشان يشوفوا إيه اللي جوه. وبيدخلوا وبيلاقوا إن كمية الهيدروجين كمية كبيرة جدا، وبيلاقوا مجموعة من الصخور عليها رموز وأشكال غريبة. وبيقول باتريك إن تصميمها مش زي تصميم المقابر لو هي مقبرة فين الجثث. وبتقول له جريس إن ممكن مقابر الفايكنج إن تصميمها مختلف، لكن بتبص جريس لعلامات والصور والرموز والمرسومة على الصخور وبتركز فيها أكتر لغاية ما فجأة بتدخل عليهم أدريان وبتبلغهم إن الدكتور ساجي متضايق منهم لأنهم دخلوا وإنهم لازم يطلعوا لغاية ما المجموعة من المساعدين يجوا. وبيطلعوا فعلا وبتحط الصورة اللي عملتها جريس على اللاب وبتوريهم الرموز اللي موجودة على الصخور. وبتخمن أدريان إن ده قبر فيرنر إله الذئاب، لكن جريس بتسكتها ومحدش بيصدقها، لكنها بتوصل لاستنتاج مهم جدا، وهو إنها مش مقبرة دي سجن. وبيظهر في المكان ده لوكي ومعاه الصولجان وبيحاول يوصل للسجن، لكن بيمنعه الحارس اللي اسمه هارلد. هو بيقول انه مش مسموح ان يعدي للمنطقة دي، لكن لوكي ما كانش بيديله اهتمام في البداية، لكن منعه الحارس تاني وقال له انه مش هينفع يعدي مادام مش معاه اذن من الدكتور ساجي.
المسؤول عن المشروع ده كله، وبيوريه الحارس صورة الدكتور ساجي اللي موجود على المجلة، وكده بيتحول لنفس الشكل بسرعة، ومش بيقدر الحارس إن يمنعه، وبيسيبه يدخل. وبيدخل لوكي متنكر للدكتور ساجي في المقبرة ومعاه الأنبوبة الزرقاء، وبيروح الحارس هورلد وبيسأل جريس وأدريان وبيقول لهم إن الدكتور ساجي هنا لأن شاكك إن في المقبرة. وبيسمعوا في المقبرة صوت انفجار وبيطلبوا من هارلد إنه يطلب المساعدة، وبيروحوا كلهم يدخلوا المقبرة وبيحاولوا يدوروا على ساجي، وبيكتشفوا إن المقبرة بقت واسعة، وبيعمل لوكي نفسه متأثر من الانفجار، لكنه بيقول لهم إن مش عايز مساعدة من حد وإنهم يسيبوه يخرجوا ما عدا باتريك. وكانت جريس مستغربة اشمعنى باتريك، ولما بيخرجوا بتسأل جريس أدريان وتقول لها انت مش قلت ان ساجي مش جاي؟ فقالت لها ايوه انا قلت كده، بس ممكن يكون كان بيكلمني وهو في الطريق، وانت عارفة ان شخصيته متقلبة. فبتروح جريس بتعمل اتصال وبتسأل عن مكان ساجي، وبيقول لها الحارس ان في اجتماع وكان بيتغدى من 10 دقايق. فحست جريس بحاجة غلط وراحت تكلم باتريك على سلك لكنه ما كانش بيجمع. بتطلب جريس وهارلد وادريان انهم يدخلوا معاها للمقبرة مرة تاني عشان تنقذ باتريك لان في حاجة غلط. وبيكون لوكي اللي في صورة ساجي سيطر على باتريك وخده معاه الأوضة اللي فيها محبوس فيرنر، وبيحاول ساجي ان يلمس الصندوق لكن بتمنعه ادريان وبتقوله ان كده بيتلف الحاجات الاثريه وانهم لازم يرجعوها الاول عشان تتفحص. لكن لوكي اللي كان عامل نفسه مش سامع بيسيطر على باتريك وامره انه يفتح الصندوق ويجيب جزء من انياب فيرجر، وعمل كده فعلا. وادريان اغمى عليها لان كميه الهيدروجين كبيره جدا، وبتدخل جريس وهارلد وبيرجع لوكي لشكله الاصلي، وبيتعرف عليه الحارس وبيسأله هو مين، وبيقول لهم ان كان في شخص بيساعده على تحرير فيرنر وانه اختار باتريك وفاضل حاجة اخيرة وهي دمه. وبعدها راح طلع الخنجر وطعنه قدامهم وطلعوا كلهم وهربوا من المقبرة. ونزل ثور بالمطرقة بتاعته وسط الذهول من جريس وادريان والحارس، وبيجي يحارب لوكي، وبيقول له لوكي ان جه متأخر خلاص لانه حرر فيرنر، وبيحاول ثور يوجه للذئب ضربات لكن مش بيأثر فيه، وبيهجم الذئب على ثور لكن بيتصدر هو والمطرقة بتاعته، وبيهرب لوكي والذئب من البوابة السحرية. وبيفضل ثور وبتحاول جريس وأدريان انهم يعرفوهم بنفسهم، وبتقول جريس لثور انها تعرفه ودرسته في التاريخ. وجات لثور فكرة بان مدام جريس درستهم ممكن تساعدهم انهم يخمنوا فين مكان لوكي، وبيلاقي ثور بردية عليها رسمة شجرة العوالم التسعة اللي بيكون الارض جزء منها، وبيكون لوكي عايز يدمرها ويزرع شجرة خاصة بيه. وبتكون جريس عارفة كل المعلومات دي، وبيتحرك ثور مع جريس وأدريان بالعربية، وبيكون ثور فرحان بالعربية لأنه أول مرة يركب حاجة زي كده، لغاية ما وصلوا لساجي واللي اختبر اللغة القديمة لثور لكنه برضه مش مصدق غير لما ثور استدعى المطرقة بتاعته. هو حاول ساجي يساعدهم ويمدهم بكل التفاصيل وادالهم القلادة التانية، وبتكون الفيضانات والأعاصير ضربت العالم كله وكل المباني بقت تقع. وبيفقد ثور المكان فبيلاقي حاجات أثرية واخدينها من عصور مختلفة زي سفينة الدفن بتاعة الفايكنج والتعابين المتحجرة بتاعة لوكي، واللي حاول ثور ان يكسرها لكن ساجي منعه وقال له انها حاجات نادرة جدا، وبيكون لوكي وفيرنر في الغابة. لكن بيتألم فيرنر وبيسمع لوكي صوت للملك أبودين اللي افتكر لوكي ان قتله، هو بيقول ان لازم يوقف الجنون اللي هو بيعمله ده، وكان لوكي هيتجنن لانه قتله وكان فاكر ان كل ده تخيلات. وقال له أوبدين ان مش هيقدر يعمل حاجة مادام نص القلادة مش معاه، وبيستفز لوكي وطلع الخنجر وبيحاول يقتله تاني لكن في قوة بتمنعه. وبيرجع لوكي للغابة وبيعرف ان اللي ناقصه النص التاني للقلادة، وبيظهر فجأة لوكي للثور وبيحاربوا هما الاتنين في المعمل، وبيحرر لوكي التعابين بتاعته وثور بيتدمر واحد منهم، اما الواحد التاني بيقتل الحارس بتاع ساجي وبيهرب لوكي بالنصين. هو بيضرب الطوفان الارض وبيتهدم المبنى وبيحاول ثور ان ينقذهم لكن بيكون ادريان ماتت لكنه انقذ جريس وساجي اللي بيكون مصاب جدا. وبعدها بيلاقي ثور في جيب ادريان علامة كونكت اللي بتعمل اتصال مع العالم اللي فيه ادريان، وبيروح لابوه بيكلمه وبيقول انه مش هيقدر يوقف لوكي بقوته الضعيفة دي. هو بيطلب ثور من ابوه ان يساعد الكوكب الارض لكنه بيقول له انه مش هيقدر لانه قوته بقت ضعيفة جدا، لكنه واثق ثور ان هيقدر ينقذها، وقال ان الحل دايما بيكون قدامك ومعاك. وكان ثور مستغرب لان لوكي معاه فيرنر ونصين القلادة وكان الاتصال بتاع الكونكت ضعيف وقرب يخلص،
فقال له أبوه إن هيلاقي لوكي بالقرب من الكهف اللي كان مقبرة لفيرنر. وبعدها بيرجع تاني وبتيجي فكرة لجريس وساجي إنهم يستخدموا المركب بتاعة الفايكنج إنهم يعوموا بيها لغاية المكان، وفي وسط الطريق جريس سألت ثور ليه ساب الأرض، فرد عليها وقال لها إنه ما سابهاش لكن بس الأرض ما كانتش محتاجاه، لكن أول ما احتاجته هو جه. وبيشوف نوع من الطير الفريد اللي بيستخدمه إدوين إن يبعت بيه رسائل، وبتكون دي طريقة المساعدة اللي بيقدمها أبو ثور لابنه، وهو إن يرشدهم للطريق لوكي. واول ما بيوصلوا بيحس ثور ان لوكي موجود هنا، وبيقول لساجي وجريس انهم يبعدوا، وبيستخدم المطرقه وقوه الرعد والبرق. هو بيدمر الصخر، ودخلوا كلهم الكهف لغايه ما لقيوا الشجره بتاعت العوالم التسعه، وكانت الشجره جميله، وبيقول لهم ثور انها قويه ومش هيقدر ثور ان يقرب منها، وعشان كده هو هيدمرها ويزرع شجره تانيه يقدر يتحكم فيها، وبكده يبقى بيتحكم في العالم كله. هو بيظهر لوكي وبيتخانق مع ثور وبيهجم الذئب عليه، وبيحصل انفجار عظيم في المكان، وبيصحى ثور بيكون معضود في ايديه من فيرنر، وده ادى لان قوه الرعد اللي كان بيتحكم فيها ما بقتش تخضع له، وهجم على فيرنر مره تاني هو ولوكي لغايه ما تمكنوا منه. وبدا لوكي باستخدام الصولجان عشان يهدم الشجره، وجريس وساجي بيرموا عليه طوب عشان يعطلوه. وبعدها في اللحظات دي صحي ثور في بيته مع ابوه، وفضل ثور يقول له اسف لانه ما قدرش يحجم لوكي وان سبب في كل اللي حصل، لكن بيشجعه ابوه قال له انت لسه ما خسرتش، انت لسه في نص المعركه، وفرنر اللي انت فاكر ان ملهوش نقطه ضعف اكيد ليه نقطه ضعف، كل اللي عليك انك تكتشفها. بيفوق ثور وبيلاقي فرنر بيهجم على جريس فبيضربها بالمطرقه، وبيهجم فرنر على ثور لكن ساجي بيرميله الانياب وبيضربوا بيها، فبيقتل فرنر، لكن ثور بيكون تعبان جدا وبيتمكن منه لوكي وبيحاول يموته، لكن فجاه بتقدر جريس انها تشيل المطرقه بتاعه ثور وبتضرب بيها لوكي، ولوكي بيفتكر انها من الخالدين. هو بيقوم ثور وبيمسك المطرقه من تاني والصولجان بتاع لوكي وبيقتله للابد، وبيجي جريس لانها كانت شجاعه وقدرت تشيل المطرقه، لان المطرقه مش اي حد بيعرف يشيلها غير اللي يستحقها. وفي النهايه صحي باتريك مره تاني بعد ما ماتت فيرنر اللي كان مستحوذ عليها. هو بيخلص فيلمنا، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، ومع كل يوم فيلم جديد وحكايه جديده. كانت معاكم تاليا محمد، واللي كتبت الفيلم معانا النهارده ولاء كمال.